السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الرويحه باش كتبدل المود، ضروري من الرويحه. انا من الناس اللي كدير الريحه بزاف، ولكن كنحاول ان نديرهم خفاف نشمهم غير انا، يعني يبقاو ديك الساعه ساعتين ثلاثه، المهم يشمهم شي واحد اخر من غيري. اهم حاجه انهم يشمهم حتى واحد من غيري. كان نحاول نحيو السنن ديال الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من الرويح، من الاشياء اللي خاص الانسان يدير، وبالاخص النساء. التعطر، ديري ريحه. وكاينه تقول لي ما عنديش فلوس، كاينه تقول لي ما كاينش كي ندير ليها، كاين كل وحده وشنو هتقول لك، وكاين اللي كتاخذهم. انا هذه حالي. نوقف بس نحيد ليه الصوت حيت باغي نخدم فيه دابا. داكشي علاش شعلته. نحيدو الصوت بخطره تنسالي ان شاء الله ونرجع للصوت. قلت لكم هذه هي اغلى رائحه عندي، وانا هنقول لكم الثمن ديال الروائح الغاليين اللي كانوا عندي. صراحه خليتهم في الدار القديمه، نسيتهم. خليتهم. المهم هذه من الاشياء الجميله اللي كندير، انني انا كنحاول اني نعطي لنفسي جائزه او مكافاه لنفسي، وفيها هذه الرائحه. حتى هذه الصراحه كنت خديتها غير ربحت فيها واحد اللعيبه، واحد المسابقه. هذه من الاشياء الجميله اللي خاص الانسان انه يديرها مع نفسه، يحفز نفسه بهديه. هذه 50 درهم انا خديتها فابور، ولكن هي ثمنها 50 درهم. الرويح الاخرى اللي عندي دابا حاليا في الدار هنا كل شيء 30 درهم، 50 20 درهم هكا، لانه كيف ما قلت لكم كتعجبني الريحه، كتعجبني نشمها، ولكن ما كنحملهاش تبقى ثابته لي في حوايجي، وتبقى فما خارجي يشمها فيك شي واحد يقول لك واو هذه الريحه زوينه. كنخاف انه شي واحد، مهم تشمها فيك مراه ماشي بحال راجل، من تشمها فيك راجل كتولي انا كيدخلني الوسواس، واش ندير ونتسمى عند الله سبحانه وتعالى زانيه بريحه. انت كتخرجي وجهك ما فيه حتى شي حاجه، انت كتخرجي مستوره ودايره ودايره ودايره، وفي الاخر تخرجي برائحه كلشي يشمها. لا، فمن الاحسن هذه شويه مجده من الروائح اللي كتاخذي كتستعملهم في الدار. هادوك في الحوايج ديال الدار الغاليين كيكونوا في حوايج ديال الدار. هذه الصراحه ريحه العود كنخليها غير الصلاه، غير الطابيه والصلايه السجاده واللباس ديال الصلاه. كنحس انها كتدخلني في واحد المود ديال الروحانيات. روائح العود حاولوا انكم تخلوهم للصلاه. المسك، هاد الروائح كيكونوا زوينين. قلت لكم هاد الروائح كيكونوا زوينين بالنسبه اللي بغى رائحه العود، رائحه المسك، الرائحه اللي كتقرب كتحس بها فيها الروحانيات. فإن فوا كتكون فيها الروحانيات فهي كتكون كتقربك الله سبحانه وتعالى، كتخلي لك واحد الجو ديال اني باغي نصلي، باغي نسجد، باغي نتقرب من الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء انه الواحد، شوفوا، كل وحده وكل واحد عارف نفسه شنو محتاج، ياك؟ وثاني حاجه كل واحد فينا خاصو ضروري ومؤكد انه يكافئ نفسه. الشيء وخا تحيدها من لحمك، كافئ نفسك. وما من كنقول لكم كافئوا نفسكم، راه ماشي بالضروره انك تمشي تجيب شي حاجه غاليه ولا شي حاجه ما كايناش ما دايراش. لا، ممكن شي حاجه بسيطه، شي حاجه 20 درهم 10 دراهم، غير ريحه تشري ب5 دراهم، هذاك عاد مول 5 دراهم تاخدي شي حاجه ليك، المهم ليك الدار ديالك انت والقانه ديالك. من الاشياء الاخرى اللي كنحاول اني ناخذ، ولو اني باقي يلاه شريته، باقي ما قريتوش كامل، باقي ما قريتوش صراحه. خاص كتوبه، تاخدي كتوبه تقريهم. هادشي كيبدل المود ديالك. من الاشياء اللي خاص، شوفوا انا راه خربقت الهضره كثيره على المكافآت، ولو اني ما دخلتش في الموضوع نيشان. من الاشياء الضروريه
باش تكملي نهارك مزيان، لانه حنا كل واحد فينا عنده الاحداث كثيره كدوز في نهارو. راه حتى واحد ما كيدوز نهارو على خير وبخير، راه كل وحده فينا وكل واحد فينا كيدوز نهارو صعيب يا صعيب يا المهم كيكون فيه الاحداث كثيره، كيكونوا حدث من ورا حدث، ما كيجي هذاك الليل من ورا صلاه العشاء حتى كتحس براسك باتري فيبل، كنموت باغي نعس. ولكن قبل ما تنعس خاص ضروري تكافئ نفسك على هذا النهار ولو بكلمه طيبه. احنا بيننا وبين نفسنا كنجرحوا راسنا. من الاشياء اللي ممكن انك تبدل بها، اش نقول لك، الاشياء اللي ممكن تكافئ بها نفسك وتبدل لك حياتك، قسما بالله الا كتبدل لك حياتك. وعن تجربه اول واحد كان كيلوم راسو هو انا، اول واحد كان كيعيب على نفسه هو انا. وحتى نتوما كل واحد من كتشوف راسك في المرايه اين فوق تشوف راسك في المرايه، اول حاجه كانت كتبان لينا شو شتو اول حاجه كنشوفوا العيوب ديالنا. من كنشوفوا راسنا في المرايه راه ما كنشوفوش نفسنا، كنشوفوا العيوب. كتشوف راسك كتقول شو كي دايره. كنت انا كنقولها هاد الكلمه، كنت كنقولها، دابا كنقولها مع راسي. حسيت بها ماشي هي داك الشيء اللي كنقول انا مع راسي. والفلتر ديال التليفون راه ما دايره الفلتر لا والو، ما عتلاش ما نعيبش في راسي. هذه نقطه من النقط المهمه، انك الواحد ما يعيبش في نفسه، ديما يشكر نفسه. غير نشوف في المرايه في راسي من الليل وانا في بلاصتي نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم اللي عندي. نعد هذاك الشيء اللي دوز في نهاري، نعد النعم كل نهار. شوفوا كل نهار وان تعدوا نعمه الله فلن تحصوها. وخضل تعايا تعد في ديك النعم اللي عندك والله ما تحصيها. وكنشوفوا النعمه اللي عند الناس وكنساو النعم اللي عندنا. فهذه اول حاجه، انا هنحيد النعمه، ما نشوفش النعمه اللي عند السيد اللي هي، نشوف راسي من الليل نجلس في بلاصتي. قدرتي تاخذ ورقه ستيلو وتديروا دفتر ديال النعم، كتب فيه احصاء النعم. شوف التغيير اللي هيغير لك المود ديالك في الصباح. راه كنهضر معاكم على اشياء انا كنت كنديرها، كنولي نحس براسي واخا كنتحبط واخا كنهبط، كنحس باكتئاب ولا كنحس براسي تزيرت ولا كنقول صافي فقدت الامل، كنلقى راسي انه عندي نعم كثيره كترجعني اني ارجع نوقف. ما كتخلينيش نعاود نطيح ثاني نهبط لتحت، لا المهم كنحاول اني نرجع للبلاصه اللي كنت فيها وكنبقى غدا بدرجه. من الاشياء انك تعد النعمه، حاول انه داك النهار تعد فيه واحد 5 نعم 6 نعم 10 نعم انت وكانتك. انت وشوف شنو داز عليك في نهارك وشو النعم اللي عطاك الله سبحانه وتعالى. ومن الاشياء الثانيه اللي قلتها لكم وما كملتش عليها الهضره، انني انا نقول كلمه جميله لنفسي ديما، نرضي على نفسي. الله يرضي عليك كلثوم، الله يرضي عليك راسي على اللي داز عليك وباقي. الله يرضي عليك، برافو عليك. داكشي كل واحد وقدر التحمل ديالو. ولكن انا باش نقدر نزيد نتحمل اكثر، انني انا نصبر راسي، ما نبقاش نعيش في دور الضحيه. الا عشت انا في دور الضحيه راه نعيش حياتي كامله انا معذبه ومكرفصه. راه مستحيل انك تعيشي دور الضحيه وتقولي انا عايشه بخير. لا، كوني قاصحه، كوني خايبه، وكنقولها حتى لنفسي، كوني قاصحه. ما تسنيش، ما تبقايش مكمشه وجالسه في واحد البلاصه وكتسني الناس تعطف عليك وتقول واو هذيك فلانه، هذيك مسكينه، هذيك دايره، هذيك فعاله. ما تحنش عليك، والله ما يحنوا عليك، غير يضحكوا عليك وكيبغوك تبقاي هكاك، حيت عارفين انه الداخل ديالك قوي. الداخل ديالك الا خدمتي عليه غتحطميهم، غتخليهم غبار ما يبقاوش يبانوا. داكشي علاش هما
كيطيحوا منك وكيخلوك تطيقي انك انت ضحيه، كيخلوك تضيحي انك تطيقي انك انتيا ما تقدري ديري حتى شي حاجه في الدنيا. وهادشي انا جرى ليا، هادشي انا جرى ليا، لا من عائلتي لا من المقربين بصفه عامه. كل شيء كتقول لي انا هندير داروا اللي قبل منك تتي راه بغيت تسير تكمشي فعلا كيخلوك تقولي خاصني نمشي نجلس، لا الا درت هذاك الشيء ممكن نوسطا ندير ولكن ما دايره حتى شي حاجه كتغضب الله سبحانه وتعالى. انت اهم حاجه ديري اللي بغيتي ولكن ما تغضبيش الله سبحانه وتعالى. خدمي على راسك، خدمي على نفسك. اول حاجه انا من نبغي نغير الكون خصني نغير نفسي. راه ما يمكنش ليا اني انا نغير المغرب مثلا ونخلي احسن بلد في العالم الا ما غيرتش انا نفسي. الا ما غيرتش انا مثلا انا مشيت كليت بيمو صاشيه ديالي، هزيتها وخبيتها حتى في الدار ولا حتى في الازبال المكان المخصص ليها، وشافني اولادي فانا قدوه ليهم ياك. فانا غيرت من نفسي، انا ما لحتش في الازبال وهزيتها ولحتها في بلاصتها المخصصه ليها، وشافوني ولادي او ولاد الجيران او شي ولد فيقول ماما لاحت الازبال في بلاصتهم، خالتي لاحت الازبال في بلاصتهم. فاذا حتى حنا نلوحوا الازبال في بلاصتنا، في بلاصتها. فهذه من النقط المهمه. ما نقدرش انا نغير العالم الا ما غيرتش انا نفسي. شوفوا هذيك النقطه ديال الازبال اللي غتلوحها اللي غتهزها وغتلوحها في بلاصه المخصصه ليها، وغيشوفك ولد صغير وغيهز حتى هو الازبال وغيمشي يلوحها في بلاصتها، فانت غيرتي نفسك. وتغيروا معك 3 الوليدات مثلا ياك، وهذوك 3 الوليدات نصحوا 3 الوليدات اخرين غنديروا بحال التداول. دابا حنا غنديروا خدمه هذاك الشركات لا شو يقولوا المهم معروفين، خصك تكون انت الاول ومن بعد يكونوا معك بزاف. يعني انا غنغير بزاف، ومن هنا واحد 10 سنين من واحد يولوا 10,000 واحد ما كيلوحش الزبل في الارض من هنا 10 سنين. فاذا البلاصه اللي انا ساكنه فيها وساكن فيها هذوك الوليدات تكون نقيه، الا لا جي شي واحد من بعيد ما كيعرفش ان هذوك الوليدات راه عندهم واحد الحاجه واحد القاعده انه الازبال ما يطلعوش في الارض. كاينه ولا ما كايناش؟ فاذا انا غيرت راسي وغيرت بزاف ديال الوليدات، وهذوك الوليدات تا هما داروا افكار جديده، وهذوك الافكار الجديده بدلوا بها حياتهم وحياه الوليدات الاخرين، وهكذا. وها احنا بدلنا المغرب كامل ولا احسن بلاد في العالم. راه ما يمكنش انا هنوض نقول على بلاد هادي ترى هاد البلاد لور كل شيء لصقوه في الحكام. هي الحكام كيكون شي واحد دابا علاش دخلني للسياسه. مهم احسن حاجه انك تكافئ نفسك. كافئ نفسك في نهارك بعمل صالح. المعنى من هذا الشيء كامل انك حاول انك تبدل، تكافئ نفسك بعمل صالح. ممكن يكون كهاد الازبال اللوحهم في بلاصتهم غنغير بها، هو عمل صالح ليا وغنغير بها حياه واحد اخر. ما بغيتش نطول الفيديو بزاف، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. الى اللقاء.